روكي الغلابة بيرجع النجمة دنيا سمير غانم مرة تانية للسينما بعد غياب 3 سنين، فتفتكروا العودة دي قوية ولا أي كلام؟ رقبتي لفلي رقبتك 390 درجة كده. 300 ايه الرقم ده وانا بومه؟ أحداث الفيلم بتدور عن البودي جارد روكي اللي بتكون مسؤولة عن حماية دكتور ثابت اللي لسه راجع من بره، واللي بنعرف بعد كده إنه عامل دكتوراه في البرمجة وكمان عامل سوفت وير جديد بتحاول شركة أجنبية إنها تهدده وتاخده منه. فالسؤال هنا، هل روكي هتقدر تحمي دكتور ثابت؟ الإجابة بنعرفها خلال الأحداث. طيب نروح للمميزات. الإيجابية الأولى كده إن ده يعتبر أنسب فيلم موجود دلوقتي في السينمات، مناسب لكل العيلة. يمكن في الفترة الأخيرة الأفلام الكوميدية معظمها بتبقى معتمدة على الإيحاءات، وده بيخليها مش مناسبة لكل الناس. لكن فيلم روكي الغلابة قرر إنه يقدم كوميديا عائلية مفيهاش أي حاجة خالص، ودي نقطة بصراحة تحسب لدنيا سمير غانم وباقي صناع الفيلم. تاني ميزة القصة، فكرة إننا نشوف دنيا سمير غانم في دور بودي جارد وبتحمي محمد ممدوح، هنا الكوميديا كلها. هتقولولي طيب الفيلم بيضحك ولا لأ؟ هقول لكم انتوا هتضحكوا في الفيلم بسبب حاجتين. الحاجة الأولى شخصية دنيا سمير غانم، إنها طول الوقت بتتكلم إنجليزي ومحدش فاهمها غيرها، وعلى طول بتقول حكم محدش يعرفها غيرها، فأنت هتضحك بسبب الشخصية وكمان بسبب ردة فعل محمد ممدوح. ده كده جانب في الكوميديا. الجانب التاني مواقف الأكشن الكوميدي، والمميز في الفيلم ده إن مواقف الأكشن الكوميدي كانت ملزوقة في بعض. يعني إيه؟ أنت بتتفرج على مشهد أكشن وفي نفس الوقت بتضحك، وبرضه بتضحك على ردة فعل محمد ممدوح. فالفيلم كله من ناحية الكوميديا كان بيبقى معتمد على الموقف اللي بتعمله دنيا سمير غانم وردة فعل محمد ممدوح. طب الكلام ده جاب كوميديا وضحكني؟ بالنسبة لنا الفيلم في نصه الأولاني ضحكني أكثر من مرة، وبصراحة الكيمياء القوية اللي كانت ما بين دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح خلت الكوميديا دي تطلع بشكل كويس. الغرفة دي من غير أكباس نور، احنا لازم نخرج من هنا فورا، في أمبوش. ماليش في الانجليزي حاجه اسمها انبش. لا، في انبش واجري. ثالث ميزة الأداء التمثيلي. دنيا سمير غانم قدمت أداء حلو جدا من ناحية الكوميديا، اهتمامها بجوانب الشخصية وزي ما احنا قلنا طريقة الكلام والأسلوب، كل ده عملته بشكل كويس ويضحك. كمان الأداء الحركي، أنا فاهم طبعا إن هي في مشاهد الأكشن كانت بتختار اللقطات البسيطة وتعملها بنفسها، بس في نفس الوقت هي كانت عاملة مجهود كويس في الدور ويحترم. اما بقى محمد ممدوح اللي يعتبر كان شايل 80% من كوميديا الفيلم وكان موفق جدا في الحتة دي، لان زي ما انا قلت لكم هو كان بيمثل ردة الفعل على كل موقف بيحصل له جوه الاحداث. وزي ما انا قلت لكم برضو اللي ساعد ان الكوميديا تطلع بشكل كويس في الفيلم الكيمياء القوية اللي كانت موجودة ما بين محمد ممدوح ودنيا سمير غانم. اما محمد ثروت فالشخصيه اللي هو بيلعبها من حيث طريقه الكلام شبه شويه نفس الشخصيه اللي كان عاملها في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذه، بس في نفس الوقت هو اداؤه كويس في الفيلم. ليه لازمتين في الشخصيه لما كان بيعملهم جوه الاحداث كنت بموت ضحك بصراحه. حتى في فتره كده في الفيلم هو مش هيبقى موجود فيها، في النص التاني اوله هتحس فعلا بغياب محمد ثروت وان الكوميديا قلت شويه. نروح لآخر ميزة موجودة وهي الإخراج للمخرج الكبير أحمد الجندي اللي كان موفق جدا في تنفيذ مشاهد الأكشن الكوميدي. في مخرجين كده يا جماعة لما بيجوا يعملوا أكشن كوميدي بيجيبوا لك الأكشن الأول بعد كده الكوميديا، الاتنين ما بيبقوش موجودين مع بعض. لكن هنا في الفيلم أنت كنت بتشوف مشهد أكشن وفي نفس الوقت بتضحك من ردة الفعل أو من طريقة المشهد اللي بتتعمل. يعني في مشهدين كده في الفيلم اكشن معمولين مع دبدوب. انا بالنسبه لي المشاهدين دول كانوا حلوين جدا. كمان الاغاني اللي موجوده والاستعراضات في الفيلم برضو خرجت بشكل كويس. وبس كده المميزات خلصت، نروح للعيوب. ضيوف الشرف في الفيلم على قد ما كان ظهورهم كويس مش وحش، بس حسيت ان كنا ممكن نستغلهم اكتر من كده ونقدم بيهم كوميديا اقوى من اللي احنا شفناها. يعني بالنسبة لي الوحيد اللي كان مشهده حلو وعجبني الممثل عبد الرحمن زازا اللي هو كان في مسلسل الكبير، ده عمل مشهد حلو جدا. مثلا ايمي سمير غانم حسيت المشهد بتاعها مش احسن حاجة. احمد الفيشاوي برضو كنا ممكن نعمل احسن من كده، خصوصا بقى وده تاني عيب موجود في الفيلم
آخر ربع ساعة لما بنكتشف حقيقة شخصية أحمد الفيشاوي. الشخصية فيها مفاجأة واتعمل فيها شغل حلو جدا، بس حسيت إن اللي اتقدم في آخر ربع ساعة خلى الأحداث تقلب هندي، اللي هو الموضوع أفور أوي منكم يا جماعة. من ضمن برضو عيوب الفيلم إن كان فيه بعض الكوميديا اللي موجودة كانت قديمة بالنسبة لي ومش بتضحك. غير كده مفيش أي عيوب تانية موجودة في الفيلم، فتعالوا نروح للتقييم النهائي. تقييمي لفيلم روك الغلابة هو 7/10. تجربة سينمائية عائلية تستحق المشاهدة بكل أمان. وفي النهاية اللي شاف الفيلم ياريت يكتب لي رأيه وتقييمه تحت في التعليقات، ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش بقى اللايك والشير واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. شكرا جدا لكم على المشاهدة، أشوفكم على خير، سلام.